من صلى ليلة الأول من شعبان هالليلة ركعتين، كل ركعة بعد الحمد 30 مرة قل هو الله أحد. كل ركعة بالدقة تأخذ 3 دقائق وقت. الركعتين مع بعض بين 6 إلى 7 دقائق. كل ساعة قدامك شوف أنا أصدق لولا 7 دقائق. يعطيني 7 دقائق، مو يعطيني إلي، يعطي نفسك 7 دقائق. 7 دقائق انقطع عن الدنيا. 7 دقائق لا تشوف التلفزيون، 7 دقائق لا تشوف الدنيا، بس انت وربك توظف الليلة الى اذان الصبح عندك مجال. مؤمنين مؤمنات صليها. بعد هذه الصلاة في دعاء صغير، اللهم هذا عهدي عاهدته الى يوم القيامة. قلت ثوابك اكثر، ما قلت مو مهم، بس صلي الصلاة. شي يصير؟ قال رسول الله من صلى هذه الصلاة حفظه الله من إبليس وجند إبليس. الله الله، شوف تدري الله يحفظك من الشيطان. بعد وكتبه الله وأعطاه الله ثواب الصديقين. كلام نبي مو كلام إنسان عادي. طبعا الصديق الأكبر هو علي بن أبي طالب سلام الله عليه، ولكن ثواب الصديقين يعني ثواب أولياء الله. هذا الحسين بن ابي الفضل العباس سلام الله عليه، ان شاء الله تروحون قريبا زياره العباس. لما توقف قدامه شو تقول له؟ تقول له رفع ذكرك في عليين وحشرك الله مع النبيين والصديقين. يعني انت يا عباس صديق، تريد الله يعطيك اجر بالفضل العباس الليله؟ صلي هالركعتين صلاه، كل ركعه بعد الحمد 30 مره قل هو الله احد، بالدقه 7 دقائق، على الكثير تاخذ منكم وقت. اذا البضاعه موجوده الآن، رخيصة البضاعة، 7 دقائق من عمرك. يجي يوم من الأيام هذه البضاعة تشوف تقابل السماوات والأرض، تتندم يلي ما اشتريت. سوق مفتوح،